حي سباتة المعروف بالزين والتباتة فاق صبيحة الأربعاء على واحد الجريمة اللي مروعة، وبحال هاد الجرائم تنشوفوهم فقط في قصص ديال الخليع والأفلام المرعبة، وخصوصا أنه دار جريمة وتم التقطيع ديال الفتاة. هادشي ديال القراد بشار وديروا في الثلاجة. حي سباتة المعروف بالزين والتباتة فاق صبيحة الأربعاء على واحد الجريمة اللي مروعة، وبحال هاد الجرائم تنشوفوهم فقط في قصص ديال الخليع والأفلام المرعبة. الجريمة تيجي في الرابور ديالها أنه تم العثور على جثة فتاة مقطعة الأطراف في الثلاجة ومكونجية. غنجروا الكاميرا ديالنا وغنمشيو لأقوال الناس من عين المكان وغنسترسلوا في أحداث الجريمة والوقائع ديالها، وخصوصا انه دار جريمه وتم التقطيع ديال الفتاه يعني بشكل بشع. يعني هذا كان مؤثر كنتاسفوا صراحه، يعني الام ديالو كنقولوا لها الله يصبرها والله يرحمها هاد البنيته. واحد السيد ما كنعرفوش، حنا قدام لنا في السيكشور والدرب الساكن ما كنعرفوش، كيجي مره كيدخل وكيخرج بحال هكا. هادشي اللي كاين صافي تيجي يدخل تيخرج. ما كيعرفو حتى واحد. شي واحد دابا ولاد السيكشور تسولوا عليه، ولاد السيكشور تسولهم عليه ما كيعرفوش. هادشي ديال القراد بشار وديروا في الثلاجة، يعني راه هادشي ولا خطير. هادشي جيب الدكة ديالك وحطها فوق طويبلة باش نفتحوا الدوسي ونحقوا في هذه الجريمة المروعة. جاء على حسب الأقوال ديال بعض الصحف والناس اللي كانوا حاضرين في عين المكان اللي كانت عندهم علاقة قريبة مع المجرم أو المتهم، أنه الجثة تترجع لشابة من المحتمل أنها تكون قاصر، يعني بقى ما وصلاتش الليفل باش تطفي 18 شمعة في حياتها، أن الأصول ديالها تتنحدر من مدينة فاس والعائلة ديالها تتبحث عليها من شهر 12 ديال سنة 2022. وشاروا أيضا أنه المنزل مكتري من طرف الشاب وأنه قليل فين كيجي ليه أو كيزورو، ولكن من تنسجوا خيوط الجريمة وتحل اللغز ديالها خرجات بعض الجرائد المغربيه بالتفاصيل اللي غادي ندخلوا للبيرو وغادي نجبدوها. المتهم الرئيسي في الجريمه في العمر ديالو 40 سنه، وسبق له تقدم الخطبه ديال هاد الفتاه من شي اقارب ديالها تيسكنوا في مدينه الدار البيضاء. من بعد مرور الايام البنت اختفت على الانظار هي والخطيب ديالها في حاله غير مفهومه. Emergency. I hear shots. Okay, ma'am, calm down. What kind of shots? هذا الشيء اللي خلاهم يمشيو عند البوليس ويديروا ديكلاراسيون بالمتغيبه الازيد من 3 شهور بعد فشل المحاولات باش يعثروا على الخطيب ديالها، من بعد ما غبر ليه الاثر والشقف في مره في ظروف اللي غامضه وما معروفاش ومجهوله. والمحققين رجحوا تورط المتهم في قضيه القتل دون نيه احداثي بحكم انه ما كاينش اثار العنف او المقاومه قبل إزهاق الروح ديالها. وهنا تطرح احتمالية أنه المتهم صادع هو وياها على شي حاجة اللي ما مفهوماش وما غاديش يتفاهموا عليها بجوج، عليها باش غينتهي أنه يدفعها ولا يضربها بشي حاجة لراسها اللي غيخليها توفى في البلاصة بدون ما يقصد أنه يقتلها. وفي اللحظة اللي خاف فيها وغاب ليه الوعي والإدراك الحسي والكيان الإنساني، خونا خدم الجانب ديال الصاو وقام بالتقطيع ديالها ورتبها في الفريغو باش ما تعطيش الريحة. الجريمة غادا تكشف من طرف مالك المنزل بحكم أنه المكتري ما بقاش تجاوبه في التليفون وما بقاش تأدي ليه الواجب الشهري وغاب ليه الأثر بمرة وما عطاش السومة الكرائية ديال 3 شهور. هنا قرر مالك المنزل أنه يفتح الباب بعد فشل جميع المحاولات باش يوصل للمكتري. مع حل الباب الرائحة غادا تستقبل وترحب بالأنف ديالو وغادا تمشي ليه نيشان واللي المصدر ديالها هو الثلاجة. مع غيفتح باب الثلاجة غادي تصدم وغادي يلقى جثة مقطعة الأطراف في الفريغو. غادا تصيبو صدمة من داكشي اللي تيشوف مباشرة بأم عينيه في مشهد سريالي خالي من الكيان الإنساني. هنا مالك المنزل غادي يبلغ المصالح الأمنية بداكشي اللي لقى في الثلاجة ديالو. في البلاصة غادا تحل المصالح الأمنية معززة بالشرطة التقنية والعلمية في عين المكان باش تعاين جثة المقتولة ومسرح الجريمة باش يلقاو دليل يوصلوا به للمتهم.
الشرطة القضائية بفضل المجهودات اللي دارت تمكنات باش تحدد هوية المتهم في القضية بناء على الجيران ديالو وأقارب الضحية، مع نشر برقية خاصة على جميع المصالح الأمنية بالمغرب فيها الهوية ديالو كاملة وصورته الافتراضية باش يشدوا الخناق عليه واستطاعوا أنهم يوصلوا ليه في مدة وجيزة باش يفكوا خيوط هذه الجريمة العجيبة اللي تنشوفوها فقط في أفلام الرعب قبل ما يطيح فيها واحد، وغيخدمها بجانب سريالي هربان على الواقعية ومنافي للإدراك العقلي والكيان الإنساني. وتان هنا غنطفيو الضوء على واقع هذه الجريمة المؤسفة اللي وقعت في مجتمعنا المغربي.